المصلحة اللي فاتت وجاب لي الواد خطاف لغاية عندي. انا يعني احنا كده رجعنا للحرام تاني؟ طب ما يلا بينا، واقفين ليه يا جماعه؟ عاطف القلافتي. يا جدعان في ايه؟ يا نصار انا عاطف يا نصار، انا عتول صغير تبعه. سووا رجاله سووا. يا عتاوله في ايه؟ ما يحصلش معايا النمره دي عيب. انا معاكم في المصلحه دي، ومش معاكم بس، لا ده انا موجود فيها كمان. مصلحه؟ وانت عرفت حكايه المصلحه منين؟ عيب يا عم نصار، اي حاجه ممكن تستخبى على اي حد، لكن على مين؟ على عاطف القلافتي. انجز يالا. عرفت من الغزال. وازاي؟ هو بعتك بقى عشان تشتغل علينا. كان عايز يجيبني سكه ويجندني، وعرض عليا كل التنازلات، ما نزلتش. قدم لي كل الشهوات، ما شهوتش. مال وجمال وحريم ونسوان وسلطه وفراخ مشويه، ضعفت. يعني انت سبت كل ده وضعفت قدام الفراخ المشويه؟ بني ادم جعان يا نصار، فيها ايه لما اضعف؟ واتفقنا على خطه، الخطه بتقول ايه؟ ان انا كاني معاكم، بس انا مش معاكم، انا معاه هو، بس انا اصلا مش معاه، انا معاكم انتوا. يخرب بيت امك، انا تهت. ما انا تهت منه، انا ما بقتش عارف انا مع مين. وبعدين الرجاله من الاخر كده، لو انتوا كلكم في المصلحه دي عشان خاطر داليا بنت نصار، انا كمان هطلعها عشان شاديه اخت نصار. شاديه؟ انا مش اقل منك وطنيه، نفسي ابقى بطل في نظرها، حقق لي حلم البطوله يا نصار، عايز ابقى مجرم زيكم يا اخي. خلاص يا رجاله، ولا عاطف مش معانا. ايه؟ ليه؟ بهزر يا طليق اختي. ماشي، بس انا ليا شروط. ايه؟ انا اسف.